تعرف ان حرق الدهون بيحصل بصوره اساسيه اثناء النوم بتاعك، بس لا مش النوم بتاعك انت اللي بتنام متاخر ويومك مقلوب. ان شاء الله هقول لك في الفيديو ازاي تنام بصوره مظبوطه تخلي جسمك محرق الدهون حرفيا وانت نايم. اول حاجه حاول قبل ما تنام بساعتين او 3 ساعات تاكل بروتين زي الزبادي اليوناني او الجبنه القريش او بيض. ده هيساعد جسمك ان يزود الحرق بتاعه شويه وانت نايم ويشتغل، وده هيساعدك تحرق دهون. تاني حاجه ممنوع السهر اطلاقا. انت لو بتعمل في الدايت حرفيا كل حاجه صح، من اكل للرياضه حرفيا كل حاجه صح، بس بتسهر فانت بترمي مجهودك كله في الارض، لانك لما بتسهر بيحصل لك لخبطه هرمونات والحرق بتاعك بيتاثر حرفيا بتبوظ كل مجهودك. فلازم كل يوم ما تتاخرش في النوم عن الساعه 11 12 بالليل بالكتير. تالت حاجه لازم تنام نوم عميق وما تقومش في وسط نومك عشان نعرف نستفيد بالنوم ان هو يحرق لنا الدهون بتاعتنا. ولو انت ما بتعرفش تنام نوم عميق او عندك ارق في النوم ممكن تاخد مثلا حاجه زي المغنيسيوم قبل النوم هيفرق معاك. ولو انت بقى نومك صعب جدا وما بتعرفش تنام خالص ممكن تاخد ميلاتونين قبل النوم هيفرق معاك برده جدا. وبس كده، طبق الثلاث حاجات دول قبل ما تنام فعلا هيفرقوا معاك جدا. وما تنساش تعمل لايك وفولو. سلام.